يلا بينا نحضر ماتش الزمالك وسيراميكا في قبل نهائي الكاس. ضربة جزاء ابن اللعيبة. وصلنا ارض الملعب قبل الماتش الحمد لله بدقايق. واضح كده ان انا شايفه ان ادوات التشجيع اتاخرت وحتى البنرات ما اتعلقت، يعني الماتش هيبدا ومفيش اي حاجه دخلت لحد دلوقتي. ده عدد جمهور الزمالك الموجود النهارده في الماتش. بصراحه من وجهه نظري حاسس ان العدد اقل مما انا كنت متوقع عشان قبل نهائي الكاس. كمان كنت متوقع ان يبقى في دخله وما فيش دخله حتى الان. زي ما انت شايف ادوات التشجيع بدات تدخل اهي وبدا الجمهور يستعد للتشجيع. الكلام ده في الدقيقه الثالثه تقريبا. المفروض الحاجات دي تبقى جاهزه من قبل الماتش بس انا ما اعرفش ايه سبب التاخير. هل هيحسب ضربة جزاء ولا لا؟ ما هو 1-2 الفار راح فين؟ هو مش هيفهم، ده راجل هندوراسي. ده بيوقف اللعبة عشان يشوف الفار، ده شكله فين؟ هيروح يشوفها في الفار. هيحسب ولا مش هيحسب؟ ها يا عم الهندوراسي. ضربة جزاء. الأول للزمالك عبد الله السعيد. الشوط الاول 1-0 للزمالك واعتقد الشوط الثاني ممكن يبقى فيه اهداف ثانيه. ضربة الجزاء الثانية للزمالك. ايه يا بلبل ده؟ توقع قسما بالله التعادل لسيراميكا. ناصر ماهر طلع وزيزو نازل مكانه بس ناصر مش طايق الدنيا باللي فيها. يا نهار ابيض. انا مش فاهم ازاي دونجا مستوعب لحد دلوقتي ان هو لما هيهز الشبكه جون هيدخل. هل معتقداته واصله للدرجه دي؟ انا مش عارف. يا جدعان الدقيقه 80 وسيراميكا لسه مضيع كوره ولعيبه الزمالك اللي بتسخن وراها هيجرى لهم حاجه. يا ابن اللعيبه التاني. الاستاد كله يا ناس يا ناس زمالك عايز الكلام. يا جدعان انا مش عارف اوصل لكم قد ايه المدرجات مقلوبه دلوقتي. اخر دقيقه تقريبا في الماتش صفر الحكم ونهى المباراه. الزمالك لنهائي الكاس عشان يقابل الوحش بيراميدز. لا تسيبه كسبان 4. ما اعرفش الماتش خلص كام. طبعا ما ينفعش تخلص كده، لازم يبقى في نكشه للاهلي. ايه سبب استخدامنا مصطفى شلبي كمهاجم في ظل وجود ناصر منسي على دكه البدلاء؟ هو واثق في شلبي زي ما هو واثق في منسي وزي ما هو واثق في اللعيبه كلها. منسي كان عيان وبس كده الحمد لله.